اليوم غادي نهضروا على رقم مهم بزاف في الاقتصاد المغربي ديال 2026. هو توقع النمو الاقتصادي بوصوله حتى ل 5.6%. هذا الرقم كيجي من تقارير رسميه لبنك المغرب، اللي حتى هو قرر يبقى على سعر الفائده عند 2.25% باش يحافظ على استقرار الاسعار والتضخم. هادشي خلق جدل كبير بين الناس والاقتصاديين، حيت كاين اللي كيشوف هذا النمو كفرصه حقيقيه، وكاين اللي كيعتبروه مجرد رقم في التقارير بلا تاثير كبير على الحياه اليوميه للمواطن العادي. السؤال اللي غادي نجاوبوا عليه في هذا الفيديو: واش هذا النمو الاقتصادي راه حقيقي وكيحس به المواطن، ولا غير ارقام في التقارير؟ السلام عليكم، انا محمد امين وهذه قناه ترند فلوس. باش نفهموا هذا الرقم خاصنا نرجعوا للمعطيات الاساسيه. اول حاجه هي ان توقعات النمو هذا العام ما جاتش من فراغ. المغرب عاش سنوات ديال الجفاف والضغوط على الزراعه، لكن في 2026 توقعات المحصول ديال الحبوب رجعات قويه، وهذا الشيء كيأثر مباشره على الناتج الداخلي الخام، حيث القطاع الفلاحي كيظل عنصر مهم في الاقتصاد الوطني. من جهه اخرى، الصناعات التحويليه خصوصا الصناعات ديال السيارات والطيران بقات كتربح حصه كبيره في الصادرات، وهذا الشيء كيدفع النمو في القطاع الصناعي. لكن هنا كنجيو لسؤال مهم: واش هذا النمو الحقيقي كيحس به المواطن في حياته اليوميه؟ النمو في الناتج الداخلي الخام ماشي بالضروره كيف ما كتعيشوا الناس في السوق. تقدر الدوله تسجل نمو كبير في الارقام، ولكن المواطن ما يحسش به في الثمن ديال المعيشه، في الكرا، في القدره الشرائيه، ولا في الدخل ديالو اليومي. من جهه اخرى، بنك المغرب كيركز بزاف على التحكم في التضخم، ولكن ضروري نفرقوا بين مفهوم التضخم وبين انخفاض الاسعار. في 2026 التضخم توقع ينخفض حتى ل 1.3%، وهذا الشيء ما يعنيش أن الأسعار غادي تنقص، بل يعني أن وتيرة ارتفاع الأسعار غادي تبقى منخفضة. أي السلعة اللي غلات في 2024 و 2025 ممكن تبقى غالية، ولكن ما غاديش تزيد بنفس السرعة. هاد السياسة كتجي باش ما نسقطوش في دوامة ارتفاع الأسعار اللي تضر بالقدرة الشرائية ديال الأسر. كاين جانب آخر كيخص السيولة في القطاع البنكي. رغم التفاؤل في الأرقام، يبقى واحد العجز في السيولة النقدية في البنوك، بحيث القيمة ديال هذا العجز كتقارب مئات المليارات من الدراهم. هذا الوضع كيطرح أسئلة حول فين غادي تمشي هذه السيولة. واش كافية باش تمول الاستثمار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة؟ واش غادي تقدر تدعم الاقتصاد الحقيقي؟ السيولة البنكية مهمة باش المقاولات تقدر تاخذ قروض وتوسع نشاطها، وغياب توازن فيها كيعطي إشارات مخاوف على الاستدامة ديال النمو. من جهة أخرى، المغرب مازال كيستورد بزاف ديال المواد الطاقية، وهذا الشيء كيأثر على الحساب الجاري وكيضغط على الموارد النقدية في الاقتصاد. هذا الضغط كيفرض على الدولة تبقى توازن بين دعم النمو وضبط استقرار الحسابات الكبرى. التحدي الكبير اللي باقي قدامنا هو كيفاش يوصل هذا النمو لكل مواطن. النمو في الناتج الداخلي الخام ما يكفيش بحد ذاته، خاص تكون قدرة شرائية مستقرة، فرص عمل كافية، وبيئة استثمارية صحيحة. المواطن اليوم كيحس بالغلاء في السوق والخدمات الأساسية، وهذا الشيء كيخلي جزء كبير من الناس ما يحسوش بالتحسن اللي كيتكلموا عليه في التقارير الرسمية. النقطة اللي خاص كل مستثمر وكل مهتم بالاقتصاد يفكر فيها هي أن الأرقام الكبيرة خاصها تخدم الناس على الأرض. النمو ماشي غير رقم في الجداول، بل هو كيفاش هذا النمو ينعكس على القدرة الشرائية، على فرص الشغل، على المشاريع الصغيرة والمتوسطة اللي كتساهم في النشاط الاقتصادي. دابا بغيت نسولك انت: واش فعلا كتحس بهذا النمو في حياتك اليومية؟ واش الأسعار مستقرة؟ واش الاستثمارات كتوصل للمشاريع اللي محتاجها البلاد؟ اكتب لي في التعليقات رأيك بصراحة. وإلا عجبك الفيديو ما تنساش تشاركه مع أصحابك وتشترك في القناة باش توصلك كل جديد. وشكرا على المشاهدة، وإلى اللقاء.